سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سيد حسام موسوي هستم. خليكم وياي، اليوم نريد نتعلم شلون نستخدم الجهاز ال ATM. خليكم وياي. أول مرحلة بعد ما دخلنا البطاقة يطلب من عندنا الرمز اللي هو الرقم السري. ندخل الرقم السري اللي استلمناه من البنك. تمام؟ تجينا صفحة. أول مرحلة نريد نشوف ايش قد عندنا فلوس بالحساب. هاي أول مرحلة. بعض البنوك رأسا مباشرة يعطوكم مشاهدية موجودي أو مشاهدية حساب. بنك ملت تدخلون على صورة حساب. تضغطون على صورة حساب أصلية، كارت، علامة مانده حساب أو مشاهدة موجودية، اثنيناتهم صحيح. عليه طلع لنا ايش قد عندنا فلوس بالحساب. هاي المرحلة الأولى. نطلع المرحلة الثانية نريد نسحب مبلغ من الكارت. سحب المبلغ تصير برداشت واجهة. نضغط على هاي برداشت واجهة، يعني سحب الفلوس، سحب المبلغ. هم نضغط مرة ثانية على حسابه أصلي كارت. يقول ايش قد تريد تسحب. مثلا احنا نسحب 40,000 تومان. نضغط على 40,000 تومان، او تقدرون مرة تدخلون رقم ثاني لحد 200,000 تومان يعطيكم فلوس. يقول تحبون تستلمون رصيد، يعني يعطيكم رصيد. نقول له نعم، نريد رصيد. بلى، نريد رصيد. يحسب المبلغ. اول شيء تسحبون الكارت مرة ثانية وتستلمون المبلغ من هنا. استلمنا المبلغ. المرحلة اللي بعدها نريد نحول مبلغ. نضغط على انتقال واجهة، يعني ننقل مبلغ الكارت ثاني او الحساب ثاني. هم نفس المرحلة، حسابة أصلية، كارت. هنا يقول لكم شنو نوع الحوالة. انتوا تضغطون على سايرة كارت ها، هذا شيء رايج، سايرة كارت ها. زين، هنا يطلب من عندكم تدخلون الرقم الكارت. كل كارت بإيران، كل بطاقة إلها رقم. إذن الأرقام 16 رقم موجود بيه. تدخلون الأرقام. ندخل الرقم. من بعد ما دخلنا نضغط على تأييد المبلغ. هسه يطلب من عندكم يقول لكم ايش قد المبلغ تريدون تحولوه. مثلا احنا نحول 50,000 تومان، يصير 500,000 ريال. نضغط مرة ثانية على تأييد. هنا يقول لكم اسم الحساب، اسم الشخص اللي تحولوا له، الرقم الكارت مالته، والمبلغ. هل هذا صحيح؟ هل هذا الشيء اللي طالبه انت صحيح؟ نقول له نعم، بلي. نشيكه ونقول له بلي، نعم، تمام. هنا يقول لك استلم الرصيد اللي راح اعطيك اياه. راح نستلم الرصيد من فوق. هذا رصيد التحويل، اللي نحول المبلغ. تمام، تعلمنا شلون نستخدم الجهاز ال ATM بإيران. ورا ما سويتوا لايك حتما حفظوا هذا الفيديو، لما تجون إيران راح يفيدكم هذا الفيديو كلش هواية. مواظبة خذت باش، خداني يهدر.